بالفيديو حسام عاشور راجع ندمان وبيتأسف للخطيب والجمهور الأهلي وللنادي الأهلي. هسمعك كل حاجة دلوقتي بعضمة لسان الكابتن حسام عاشور كابتن من كباتن النادي الأهلي وابن من أبناء النادي الأهلي اللي مشي من الأهلي في ظروف غامضة، وحتى الجمهور زعل منه زعل كبير لأنه أصلا كان ابن من أبناء النادي الأهلي وكابتن من كباتن النادي الأهلي، وهو طبعا انضحك عليه وانغدر بيه مرتين. وهقول لك كل حاجة بالتفصيل وهسمعك أسف حسام عاشور للأهلي والجمهور. السلام عليكم. في البداية يا اخوانا نصلي بينا على النبي ونزيد النبي صلى. نشترك في القناه لو لسه ما اشتركناش ونفعل زر الجرس على الكل، وكمان نحط لايك جميل للفيديو ونشيره. وتعالى سمعك حسام عاشور وهو بيتاسف للخطيب، للكابتن محمود الخطيب والجمهور النادي الاهلي، وكمان بيقول جمهور النادي الاهلي هو صاحب الفضل الكبير على حسام عاشور، والاهلي هو ورا كل الشهره والمجد والفلوس اللي وصل ليها حسام عاشور. بس قبل ما نسمع هقول لك ازاي انغدر بحسام عاشور. في البداية فايلر قال أنا مش عايز حسام عاشور، خلاص كبر. فالنادي الأهلي عرض عليه أكتر من عرض بحيث إنه يكمل في النادي الأهلي ما بعد الاعتزال. حسام عاشور رفض، وتركي الشيخ بدأ يدخل في الموضوع، بدأ يلعب في دماغ حسام عاشور لحد فعلا ما حسام عاشور مشي، فغدر بيه تركي الشيخ، فاضطر انه يروح يلعب في الاتحاد السكندري، ولما اتصاب الاتحاد اداله ظهره. فمن هنا حسام عاشور عرف الفرق وعرف انه غلط غلطه كبيره قوي في حق النادي الاهلي وفي حق جمهوره وفي حق نفسه، فبدا يندم وقعد في البيت فتره، وطلع النهارده على الاون تايم وبدا يتكلم الكلام اللي هتسمعوه دلوقتي. وانا عايز اقول رايي، انا رايي الشخصي. حسام عاشور غلط ورجع اعتذر، ولكن ما هوش زي الاندال، وكلنا عارفين مين هم الاندال، اللعيبه اللي ندلت مع النادي الاهلي. تعالوا نسمع كلام حسام عاشور وندمه واسفه، يلا بينا. طبعا كابتن الخطيب قيمه وقامه وانا بحبه جدا وبحترمه جدا، وده رئيس العيله، فاكيد بقول له طبعا انا اسف وانا اسف لاي حد في النادي الاهلي انا زعلته او اي حد من الجمهور. كابتن الخطيب قيمه وقامه وانا بحبه جدا وبحترمه جدا، والناس عارفه علاقتي بكابتن الخطيب كويسه ازاي. فانا طبعا بتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه، وبتمنى له التوفيق في حياته كلها. رئيس نادي بجد، رئيس نادي مشرف النادي الاهلي ومشرفنا كلنا، فانا طبعا مفيش اي خلاف بيني وكابتن الخطيب، ده كابتن الخطيب على دماغي طبعا. جمهور النادي الاهلي يمثل لك ايه؟ كل حاجه، يعني جمهور الاهلي هو اللي خلى حسام عاشور يبقى ليه مكانه جوه الاهلي. انا بحب جمهور الاهلي جدا وهو بيحبني جدا، وحتى في الشارع لما كنت بمشي مثلا في اي حته، حتى بعد ما مشيت من النادي الاهلي الناس كلها الحمد لله بتحترمني، الناس كلها بتحبني. فجمهور الاهلي ده احسن حاجه حصلت لي في حياتي. اول مره اشوفك متاثر كده وانت بتتكلم، ليه؟ حياتي كلها في النادي الاهلي كابتن سيف. انا من اشد الناس الاوائل اللي انت ممكن تشوفهم في حياتك. بحب الاهلي جدا وبحب جمهور الاهلي جدا، والنادي وجمهوره هم اللي عملوا اسم حسام عاشور، وهو اللي خلى الناس تعرف حسام عاشور وتحب حسام عاشور. النادي الاهلي طبعا هو اللي ركبنا عربيات، هو اللي عرف الناس كلها حسام عاشور للناس. فجمهور الاهلي ده حاجه تانية وعشق خاص بصراحه.